اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناة. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واهلا وسهلا بكل حد جديد معايا في القناة، مشرفيني ومنورني. يلا بينا ندخل النهاردة فيديو. معايا فيديو تفريزات اسعار الخضار. حابة بس اقول لحضراتكم في البداية على حاجة مهمة جدا انا قررتها بصراحة، لاني الفترة اللي احنا فيها هي مش صعبة على حد واحد بس، هي صعبة على الجميع. فانا بصراحة قررت الموضوع ده بيني وبين نفسي، وقلت لما اعمل فيديو هقول فيه الكلام دوت، اني فكرة ان انا حتى لو جبت ربع كيلو لحمة واحد بس في غيري مش هيقدر يجيبه. فانا بعتذر. انا هقول لكم اسعار اللحوم بس، لكن في مشترياتي مش هطلع معايا لحوم ولا اسماك ولا اي حاجه، مراعاه لظروف الاخرين، يعني ظروف اخواتي. والله احنا ناس، يعني انا واحده من الناس متاثرين جدا بالموضوع دوت. وبقالي فتره كبيره ولا جبت نص كيلو لحمه على نصين بس الشهر اللي فات كله. فالموضوع صعب شويه، حتى لو في مقدره ان الواحد يجيب، فلا مش هيجيب ومش هيصور عشان في غيري مش قادر يجيب. فهيبقى الموضوع ايه؟ يعني انا بالنسبه لي هيبقى صعب ان انا اصور حاجه زي كده واوريها لاصحابي او لاخواتي او لمتابعيني، وانا عارفه ومتاكده اني لو في معظم الناس قادره تجيب، في غيرهم مش قادرين يجيبوا. فاللي هصوره هو خضار بس، وهقول لكم وقتها على اسعار اللحوم والفراخ. والموضوع اللي هو بتاع الاسعار الفراخ البرازيلي دي بصراحه انا معرفش بس يعني ايه، خلينا كده نعرف. النهارده في معايا تفريزات لرمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول جمعه في شعبان. الفيديو ده هينزل لكم ان شاء الله بكره. جمعه كريمه او جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى الجميع يا رب. ربنا يرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين، اللهم امين. خلينا بقى نشوف كده، بس ما دعيناش لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واجعل الفردوس الاعلى من نصيبهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. خلينا كده ندخل. ده بقى القلقاس، الناس اللي بتعشق القلقاس، بس احنا بنحبه بالسلق بصراحه. هو طعمه لذيذ وحلو جدا جدا وناعم كده وكريمي. فده احنا جايبينه علشان خاطر رمضان بصراحه. اكتر شهرين هم حلوين في القلقاس والزبده والجبنه والالبان، ده في شهرين طوبه وامشير. الشهرين دول معروفين جدا ان القلقاس والجبن والالبان بتبقى حلوه جدا فيهم، عشان بتبقى عز البرسيم بقى والكلام دوت. بالنسبه للقلقاس بنخزنه ليه في الشتاء؟ لان السلق بتاعه ما بيبقاش موجود في الصيف، فالقلقاس موجود طول السنة، بس سلقه اللي ما بيبقاش موجود في الصيف بس. فبنجيب الاتنين، وكمان القلقاس بيبقى قلقاس الشتاء احلى بكتير بصراحة. فالقلقاس ده جايبينه عشان خاطر رمضان بأمر الله تعالى. طبعا كل سنة وانتم طيبين يا رب. فقسمنا القلقاس على 3 اكياس، وعليهم كمان السلق بتاعها دوت. السلق بيتشوح مع الكزبره بتاعتها مع فصوص توم بقى، على حسب ما انت بتحطي قد ايه فصوص التوم سليمه، وبتشوحي مع كزبره والكلام ده كله وماجي والكلام دوت. وبتضربيه بعد ما بيتشوح جامد جدا، بتضربيه في الخلاط مع نص معلقه كربوناتو ومعلقه من اللي هي معلقه الشاي الصغيره سكر، وتضربي كله في بعض وتقسمي الكيس على حسب وجبه القلقاس. فبنخزن القلقاس في الشتاء علشان السلق دوت ما بيبقاش موجود في الصيف، فلازم القلقاس مع السلق. احنا بنحبه بالسلق بتاعه الاخضر، ما بنحبوش بالصلصه بصراحه يعني. فدي بقى تفريزات بامر الله تعالى، رمضان بامر الله يا رب تعالى. في معايا كمان البسله دي، بس احنا جايبينها متفصصه الكيلو متفصص ب40 جنيه. دي كيلو الا ربع، ب30 جنيه اهيت متفصصه جاهزه. فهتتشال، هتتقسم بقى الاكياس بتاعتها وتتشال في الفريزر. تفريزات بردك من ضمن تفريزات رمضان بامر الله تعالى. ومعاها كمان اللهم صل على النبي، الجزر. هنخرطه لسه. الجزر دوت ب7 جنيه الكيلو. طبعا جزر الشتاء حلو قوي ومسكر جدا، انا بعشقه بصراحه، بعشق الجزر. في كمان معايا البتنجان الرومي دوت
بتنجان دوت الرومي، علشان كنا ناويين نعمل بابا غنوج النهارده على الفطار بس ما حصلش نصيب، اللهم لك الحمد. البابا غنوج ده ب 14 جنيه الكيلو. اللي كنا بنجيب الكيلو ونص ب 10 جنيه فاكرين، فاللهم لك الحمد يا رب. دوت ب 14 جنيه الكيلو، ومعاه الفلفل الاخضر بتاعه الرومي بتاعه الربع كيلو، مش فاكره والله بكام. بس البتنجان ب 14. في بقى الزبده دي، الزبده البلدي الفلاحي اللي الناس كلها بتستنى الشتاء عشان تخزنها. الكيلو مش فاكره ب 200 جنيه، بس دي فلاحي فلاحي يعني. في ناس بتبيعها بالرطل وفي ناس بتبيع بالكيلو. اللي بالرطل طبعا الرطل بيبقى تقريبا ربع كيلو 250 جرام، بيبقى الرطل اللي هي الكوز ده، بس ده اسمه رطل. بتبيعها تقريبا ب 80 او ب 90 جنيه حاجه زي كده. فدي طبعا بتتشال في الفريزر. الناس اللي بتشيل زبدتها من السنه للسنه عارفه ان الشهر وفي الشتاء كلها عموما افضل زبده هي زبده الشتاء، علشان زي ما قلت لكم اللي هو البرسيم لأعزكم الله يعني الماشة اللي بتاكل الحاجات ديت، فبتطلع اللبن دسم جدا، فبتطلع زبدة حلوة والبان حلوة جدا. فدي طبعا خزين للشتاء اللي هي زبدة الشتاء. زي ما قلت لكم تقريبا الكيلو ب 200 او 220 حاجة زي كده. وده بقى محشي، ده حاجة المحشي جايبينه متقور جاهز من الست، لسه جايبينه ومطلعينه مع كيلو بتنجان متقور جاهز من الخضرية يعني. الكيلو اللهم صل على النبي دوت الكيلو من غير تقوير ب 15 جنيه، بتاخد على الكيلو 5 جنيه، فده كيلو ب 20 جنيه مع الكوسة بقى. يعني عارفين اللي هو استنصحنا وقلنا لا خلاص قوري الكوسة معاه. انا واحدة من الناس ببقى فاشلة جدا في تقوير البتنجان على فكرة يعني، فبيبقى الافضل بالنسبة لي ان انا اخلي حد يقورهولي يعني. بس بما ان النهاردة بقى الجمعة يعني، فقلنا ايه نعمل أكلة كده لذيذة. الملوخية هي الكيلو اللهم صل على النبي. الكيلو ب20 جنيه. الكيلو ب20 جنيه. الكيلو ب20 جنيه، فده نص كيلو متقطف ب12 جنيه. هي بتقطف على الكيلو 2 جنيه، فجبنا نص كيلو ب12 جنيه دوت. وكمان بقى بما ان النهارده الجمعه شويه تسالي كده من مقله الحلميه. الناس كلها طبعا اهيت معلش ما جبتهاش. الناس طبعا اللي قاعده في الف مسكن والمطريه وعين شمس والكلام دوت عارفين مقله الحلميه هي افضل مقله في التسالي بتاعه اللب والسوداني والحاجات دي كلها. ربنا يديمها نعمه في حياتنا يا رب. بس دي كده كانت مشتريات اللحوم، مشتريات وتفريزات رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب. واسعار الخضار النهارده مشتريات لحوم ايه، انا ما جبتش لحوم بس يلا مشتريات الخضار ومشتريات وتفريزات رمضان. بس حبيت اعرفكم الاسعار، حبيت اقول لكم ان انا ان شاء الله بامر الله فكره ان انا اطلع لحد ما الدنيا تبدا الاسعار تهدى شويه علينا ويبقى الجميع في مقدرته انه يجيب كل حاجه. فان شاء الله بامر الله هنبدا ان احنا نصور تاني مشتريات اللحوم. اتمنى الناس كلها تعمل الخطوه ديت مراعاه لشعور الاخرين بس مش اكتر. وربنا يا رب يرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين. وشكرا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامه.